السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا واقض لنا حوائجنا على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الكرام، يوم الجمعة هو يوم عيد وعبادة، ومن ليلة الجمعة إلى مغرب الجمعة كل ثانية فيها هي خزائن من الحسنات، ومن أراد انشراح الصدر وغفران الذنب وتفريج الهم وتنفيس الكرب وتيسير الأمر وقضاء الحاجة وذهاب الهم، فليكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أخرج الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سنن يوم الجمعة: أولا الغسل، ثانيا الطيب، ثالثا لبس الجميل من الثياب، رابعا التبكير لصلاة الجمعة، وهذه للأسف كثير من الناس يتأخرون عن الذهاب إلى صلاة الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن رابعا التبكير لصلاة الجمعة، خامسا قراءة سورة الكهف، سادسا الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سابعا الدعاء. أيها الإخوة الكرام، احرصوا على اغتنام الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة لساعة يستجاب فيها الدعاء، وخاصة من عصر يوم الجمعة إلى مغرب يوم الجمعة، كما قال كثير من العلماء. لذلك أسأل الله العظيم
رب العرش العظيم أن يعطينا سؤلنا، وأن يقضي لنا حوائجنا، وأن يحفظنا من كل سوء وشر ومرض ومكروه وأذى، ومن كل عين ومس، ومن كل حاسد وحاقد، إنه ربنا سميع قريب مجيب للدعاء. اللهم أعط كل واحد منا سؤله، واقض لكل منا حاجته على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل من يؤمن على دعائنا سؤله، واقض لكل من يؤمن على دعائنا حاجته على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج الهم عنا وعن المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن المكروبين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين والمعتقلين، وارحمنا وارحم جميع موتى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم أنزل على جميع المرضى دواء وشفاء من عندك، عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا، وعافنا وعافي مبتلانا، وارحمنا وارحم موتانا. اللهم اصرف البلاء والوباء والغلاء وتسلط الأعداء عنا وعن جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. وردنا وجميع المسلمين إلى دينك وقرآنك ردا جميلا. وصلى الله وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.